أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم. النهاردة هنتكلم عن مهرجان سينمائي يدعى بمهرجان منصات للأفلام القصيرة. طبعا بعض المشاهدين هيسألوني يعني إيه مهرجان منصات الأفلام القصيرة ده؟ أرد وأقول إن مهرجان منصات الأفلام القصيرة هو مهرجان مستقل يعرض أفلام قصيرة. معنا ومعكم النهاردة الخبير السينمائي الأستاذ الكبير الأستاذ أحمد. خش في الكادر يا أحمد. مظبوط زي الفل. شرفنا ومنورنا الأستاذ أحمد، طبعا أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيد ان انا موجود في برنامجك وبرنامجهم. طبعا أستاذ أحمد ما كناش عاملين حساب القامة والقيمة، فلو ينفع تنزل لنا كده بنفسك شوية، انزل مستوانا يا أستاذ أحمد قبل ما نخش وننط في الأفلام بشكل مباشر كده من غير تحضير. عندنا هدف رئيسي النهاردة من برنامجنا. عندنا السؤال الكبير، سؤال شباب مصر عامل ايه؟ سؤال شباب مصر عامل ايه؟ استاذ احمد، يعني تحب تحكي لنا عن تجربة دي ملحمه مش تجربه، ملحمه التذاكر. ملحمة الحصول على تذاكر لدخول المهرجان؟ ايوه. المهم ان انا عايز اقول حاجه مهمه، ان انا اصلا يوميها ما كانش معايا فلوس كاش، وضربت مشوار بتاع نص ساعه مشي من المستشفى اللي انا فيها ما لغايه. تعرفش انه ببلاش؟ ايه؟ ما كنتش عارف ان هو ببلاش. ده غير ما كانش معايا اصلا فلوس اروح بيها، اصلا ما كانش معايا فلوس كاش اروح بيها والله العظيم. ضربت مشوار بتاع ربع ساعه كده على حاجه للكورنيش من مكان المنطقه اللي انا كنت فيه بس، ورحت هناك بقى وسحبت فلوس بعد كده ورجعت. المهم بقى في خلال الرحله دي طبعا قعدنا نتكلم شويه، قعد يقول لي بقى عن المنطقه ومش عارف ايه والشجر، وقعدت اقول له مدينه نصر والشجر. ايوه ايوه اصل الشجر لغايه ما وصلت بقى كان حاطط مترو ايه صوره الاسماك. يعني عشان فالمهم قلت خلاص مفيش مشكله، انا اقطع تذكره 8 جنيه وخلاص لغايه ما اخش واسحب الفلوس. المهم بقى دخلت بقى يا سيدي على سينما زاويه. وصلنا بقى لسينما زاويه. المهم اقول له انا عايز انفيتيشن. قلت له عايز تذكره عشان ما كنتش عارف، ان نسيت اصلا حوار انها ببلاش ده. قلت له عايز تذكره لمهرجان منصات افلام قصيره. قال لي عايز انهي منصه بالظبط؟ قلت يعني ايه يعني عايز انهي منصه؟ عايز انهي منصه بالظبط؟ انهي منصه فيهم؟ قلت يعني الراجل بيهزر. قصة السداد. قلت اكلم استاذ ايهاب واقول له استاذ ايهاب احنا هنحضر انهي منصه؟ ايوه هنحضر انهي منصه فيهم عشان نجيب التذكره بتاعتهم. استاذ ايهاب برضه صعقني قال لي لا احنا هنحضر المنصات كلها. فقلت خلاص كلها. نروح بقى اقول له انا عايز المنصات كلها. قلت له انا هحضر كله. قال لي ما حدش بيحضر كله، مفيش الكلام ده. قلت له لا انا هحضر الكل. حضرنا كله والله، ما عدا واحده بس ما لقيناش تذاكر. عشان ما جبناش تذاكير، عشان هو ما اداناش التذكره بتاعتنا. ايوه والله وحضرنا كله. ده احنا كنا عاملين لهم شغل يعني والله يا سيدي. احضر كله. طب مضينا على ورقه ان انا احضر كله، ما في يعني. المهم يعني اداني 7 انفيتيشن لل7 منصات كلهم. بقول له بقى لا ده احنا 2. صعقت برضه. بقول لي لا لازم الفرد بنفسه. طب يا سيدي، طب يعني الفرد بنفسه ده ساكن في زنقه مدينه نصر، يضرب مشوار ساعه رايح وساعه جاي علشان نيجي يحضر يقطع البتاع. يقول لي لا لازم الفرد بنفسه. طب ليه بقى؟ عشان نفهم برضه، نفهم المنطق. احنا بنحب نفهم عشان يعني يمكن الراجل نحب نفهم برضه عشان يعني يمكن الراجل يكون عنده منطق ممنطق. سالته قال لي بص، عشان احنا عملنا كده السنه اللي فاتت المهرجان النسخه اللي فاتت، وطلع ان كل واحد بيجي بقى يشتري ليه واللي ابن خاله واللي ابن عمته وقرايبه وفي الاخر ما حدش يحضر منهم غير 2 3. فيبقى الانفيتيشنز المقطوعه مثلا 300 انفيتيشن مفيش جوه غير 100، وفي ناس ثانيه عايزه تقطع. وخطرت على بالي فكره. قلت طب ما انا اقول لاي حد في الشارع يقطع لي تذكره. ما انا اوقف اي حد في الشارع اقول له لو سمحت هات لي انفيتيشن لمهرجان منصات. يعني هو قال لك ان لازم الشخص يكون موجود بنفسه بجسده. أيوة. عشان ياخد التذكره. على اساس ان ده هيحل المشكله يعني. فانت بقى قمت رايح جبت ناس عشوائيه من الشارع واخدين التذاكر ليه؟ شخص بنفسه ولا مش شخص بنفسه؟ المهم انا عايز اقول بس للراجل بتاع التذاكر ان انا حضرت في الاخر ماشي من غير ما اجيب نفسي اخد التذكره. وعايز اقول له برضه ان هو لما شافني حاضر مع الاستاذ احمد وقال لي شوف لما تيجي وتنزل بنفسك وتعمل مجهود الاحساس بيعمل ازاي. انا اصلا ما جيتش بنفسي ولا عملت حاجه. هو الاستاذ احمد استخدم حيله بانه جاب اشخاص عشوائيه
شويه من الشارع خلاهم ياخدوا التذاكر ليا، وانا ما اتحركتش من بيتي اصلا. فمن مكاني هذا احب اقول لك شربتها. المهرجان الجاي بقى ايه؟ هيجي تصحصحه في الموضوع ده. يعني يخلي كل واحد يقطع الانفيتيشن بعد كده بالبطاقه بالباسبور، يمضي على وصل امانه. بس والله هم كانوا عايزين الناس تحضر وانا حضرت، يعني جيت بنفسي ما جيتش بنفسي، بس حضرت واستخدمت التذاكر اللي خدتها. يعني تخيل مثلا الناس، ما هو الناس اكيد بتيجي من المحافظات، يعني مثلا واحد مثلا اكيد هيجي من طنطا عشان عايز يتفرج على طب يا فيلم أخي. انا لا. طب والله العظيم يا اخي، شوف اول يوم رحنا كنت جاي من طنطا فعلا. والله فعلا الراجل ده كان جاي لكم من طنطا، ده جه من طنطا مخصوص. والله العظيم كنت جاي من طنطا يا سيدي. المهم يعني في خلال الرحله بقى بتاعتنا في قطع التذاكر، منهم الراجل المحترم اللي راح وسال ووقف، وبعد كده بتاع التذاكر برضو ما كانش واقف في مكانه وكان تارك موقعه. فالراجل اللي انا طلبت منه ومشكورا يعني راح. يعني المسامح كريم، مش عايزين نضرب اسفين برضه، مش عشان الراجل يعني ما هو لطيف. هو على فكره ده كإنسان. هو مش ذنبه، هو الذنب هو الفكره ان العيب في النظام. بالظبط، هو الاداره بتاعت المهرجان باين او بتاعت سينما زاويه، هم اللي حطوا القانون العجيب المريب ده. كل واحد قد نيته، ربنا يديله قد نيته. بس المهم يعني في خلال الرحله دي بقى منهم الراجل المحترم اللي راح حاول ان هو يجيب لي تذاكر، بس ما لقاش بتاع التذاكر، فجي قال لي معلش والله كنت عايز اساعد ومش عارف ايه. والراجل مشكور، حابب اوجه كل التحيه والاحترام ونسقف له بعد اذنك. راجل محترم، اول شخص رقم 1 في محاوله جلب التذاكر. نسقف. شكرا. الشخص بقى رقم 2 كان راجل محترم كده، راجل كبير، كان بيتمشى عادي، لقيته بيبص كده على سينما زاويه، قلت بس يبقى الراجل ده محب للفن والفنانين واكيد يحضر المهرجان. رحت بقى شارح له الموضوع، فضل يحكي لي عن سينما زاويه، بيقول لي ان هو كان بيحضرها زمان وكان اسمها اصلا اسم تاني بس انا مش فاكره الحقيقه. لا والله. والله بجد. وبيقول لي انا كنت بحضرها ايام زمان بس هم غيروا دلوقتي الاسم. قلت له بقى، حكيت له برضه الموضوع مش عارف ايه، بس المشكله ان انا كنت بقول لهم روحوا هاتوا لي انفيتيشن للمنصات كلها. فهو راح وقال للراجل بتاع التذاكر كده، طبعا بتاع التذاكر قال له يا برضه لا محدش بيحضر المنصات كلها، شوف انت هتحضر منصه ايه. هو عارف. لا ما حدش لا مش ما بيحضروش. لا بس المهم يعني الراجل ده برضه ما جابليش حاجه، بس نديله برضه جرح التحيه عشان هو وقف وراح استراحه سال وجه تاني قال لي ده الراجل رقم 2 سقف له. الراجل رقم 3 بقى برضه مشكورا راح بقى وفضل واقف في الطابور. الصراحه فضل واقف في الطابور وجاب لي منصه رقم 1 و2. نوجه له احلى تحيه. ده واقف في الطابور بقى وتعب نفسه وبتاع. استنى نديله حته كده. الراجل رقم 4 بقى كان مستعجل على حاجه، قال لنا معلش والله انا مستعجل ومشي. حاولت انا حاولت محاولة مع الشخص رقم 5. الشخص رقم 5 ده طلع هو كمان بيجيب انفيتيشنز، فهو كان عايز حد اصلا يستلقط له انفيتيشنز، فقال لي ده انا والله بحاول اجيب انفيتيشنز. فيعني ده محايد، ده مش هنعمل له اي نديله بوكر فيس. الشخص بقى رقم 6 كانوا شخصين الحقيقة، فوقفتهم وقلت لهم لو سمحتوا ممكن تجيبوا لنا انفيتيشن. طبعا حبيبي من عينيا، وراحوا معدين على شباك التذاكر ومكملين ماشي. لا دول سقفلوهم فو عليكم على بالزباله. طب ما كنت تقولوا لي لا وخلاص. على مهزقه والله العظيم. رقم بقى 7 بقى اللي جابوا لي الانفيتيشن رقم لمنصه 3 و4 دول كانوا مين؟ كان المخرج عمرو اللي هو مخرج فيلم في المهرجان، مخرج فيلم انيميشن في الكتالوج. لسه هنتكلم عن فيلم ليندا. مخرج فيلم ليندا عمرو الدالي وصديقه صديقه انطونيوس. يعني مشرفنا ومنورنا. احلى تحيه للاستاذ الدايركتور عمرو الدالي. معنا هنا كتالوج مهرجان منصات. استاذ احمد هنقول له اسم الفيلم وندي نبذه سريعه للجمهور اللي بيتفرج معانا، واستاذ احمد هيشاركنا برايه، نتناقش مع بعض، نتكلم. محتاجين نتكلم فعلا، محتاجين نتكلم. ابتدينا المهرجان بفيلمين احنا ما شفناهم، ننتقل بقى الى الافلام اللي شفناها بقى، نخش في الشغل الجد بقى. معانا اول فيلم هو فيلم بيلعب في عبي. نبذه سريعه للساده الجمهور. فيلم بيلعب في عبي من اخراج انطونيوس باسيلي، وبيتكلم عن ماري بيل 10 سنين بتتقلب ليلتها رأسا على عقب لما بيختاروها تلعب دور هاملت في مسرحية المدرسة. بتقضي ليلتها ممزقة بين عيلتها المهووسة بكرة القدم وهاملت. ايه رأيك في الفيلم ده يا استاذ احمد؟ الفيلم الصراحة اول ما بدأ كان فيلم واعد، والله بجد. اول ما شفته كده قلت لا يا شباب شكله في حاجة، وبعدين بعد كده صدمني، صفعني كده صفعة. لو قول لي عبيط، عارف عبيط القرية اللي انت ماشي في حالك يروح مديك على فك.
فاهم. انت ماشي في حالك كده عمال تتامل مثلا بتفكر، فجاه بدون اي مقدمات تلاقي عبيط القريه جاي كده يروح ضربك على قفاك ويقعد يضحك فاهمك بس، وانت تبقى قاعد مذهول ايه اللي حصل ده، احساس صعب. ترى ايه اللي حصل. صعب فعلا. بس يعني والله بس الفيلم الصراحه كان رايح في حته حلوه، وبس طريقه الكلام يعني طريقه كلام الممثلين حاسس انها كانت غريبه، والعيله كانت غريبه برضو. استاذ هوبا خد فعلا. انا احد الملاحظات اللي دونتها عندي، ايه المجتمع ده اللي عامل لك شخصيه الام اللي لابسه تيشيرت الاهلي وبيقول لها يا كوتش وما اعرفش ايه، والكلام الفرنساوي اللي داخل في النص. هل ده مثلا مجتمع الناس اللي بتخش المدارس الفرنسويه؟ ما اعتقدش. ما اعتقدش ان هم يكونوا بيشجعوا الاهلي يعني كده يعني. بالظبط. مش هم تافهين قوي كده. لا عيب. يعني لسه اللي بيشجع الاهلي بالطريقه دي راجل تافه، وانصحه ان هو ايه يعيد ترتيب اوضاعه وصح. هنتقبلها، هنقول انه يعني مش هنبقى على عكس الناس اللي بتمنع اصوات بعض الناس ان هي تطلع في الاعلام، ونقول ان الصوت ده ما يطلع. لا، الصوت ده كمان يطلع، ما عندناش مشكلة. بس انا شخصيا انا مش فاهم. هل انا ضد التعبير عنه؟ انا بالطبع مش ضد التعبير عنه، بس انا مش فاهم. هل انا حسيت بالارتباط؟ ما حسيتش. بنتكلم بقى كمتعه، الفيلم عامل لك فيها بقى انه فيلم رعب واخد تقاليد الفيلم الرعب وما اعرفش ايه، لكن في حقيقه الامر هو مش فيلم رعب كويس. اتفق معاك الصراحه، اتفق معاك في النقطه دي، عشان كان في كذا حته فعلا كانوا محتاجين ان هم كانوا عايزين يطلعوا رعب بس ما كانتش مرعبه اطلاقا. بس انا عايز بس، انا افتكرت نقطه كده، الحته اللي هي المشهد الاولاني خالص كان في مشهد كده عاملينه جايبين شبه جنود كده قاعدين في في اول مشهد خالص جايبين شبه جنود كده من ايوه، ولابسين لبس اللي هو بتاع المماليك بتاع زمان ده. يعني حاسس الحاجات دي حلوه، يعني الحاجات دي فكره ان هم يصوروا بره ويصرفوا فلوس على الازياء والكلام ده، لا كانت حلوه عجبتني صراحه كافكار بقى. يعني مثلا انا فكرت في الفيلم، هل هذا الفيلم هو تعبير عن المجتمع الذكوري وسلطة كرة القدم على الأطفال وسيطرتها كنشاط في المجتمع المصري؟ برضو ما حسيتش ان هو بيناقش الموضوع بجدية، يعني ولا منه بيناقش الموضوع بجدية ولا هو بيمتعك بشكل كامل. فهو ده اللي يخلي الفيلم مش واكل معايا. برضو عندي تساؤل دونته عندي، احنا ليه نقلنا المنظور الفار في اخر الفيلم؟ عشان يبين قدراته الإخراجية والتصويرية. انا مش شايف اي سبب غير ده السبب الوحيد اللي انا لقيته. يا راجل عم، الناس عايزه تاكل عيش يا عم، سيب الناس تاكل عيش يا عم. شيء جميل. ابي لم يحب ابدا لعبي، اخراج ميسون عبد الغني. بيتكلم عن ايه الفيلم؟ بيقول لك العالم من خلال عدسة خيال الطفل. الفيلم التجريبي القصير بيتتبع طفلة شغوفة وهي بتواجه مواقف جديدة ومزعجة، بتلجأ الطفلة لعروستها المفضلة كوسيلة للتهدئة، وبتستخدم خيالها لخلق عالم مألوف ومثالي يعكس مشاعرها وتطلعاتها. بيجمع الفيلم بين لقطات أرشيفية من طفولة المخرجة ومشاهد أنيميشن عشان يقدم لنا العالم زي ما بتشوفوا عيون الأطفال. أنا دونت يعني الفيلم ده، دونت إنه فيلم من نوعية أفلام إننا دخلنا من غير ما نخبط. فعلا والله دخلنا من غير ما نخبط. فعلا انا حسيت فعلا ان انا ما كنتش مستريح. ادي المايك لنفسك. انا ما كنتش مستريح، حاسس ان انا فعلا قاعد يا جماعه يعني عرفوني بيكم انتوا مين طيب كده والحاجات دي يعني. والصراحه الفيلم احسن حاجه فيه كانت انيميشن، يعني دي الفكره الوحيده يعني. حلو فوق الماده الارشيفيه كان دي الفكره الصراحه، دي الفكره الوحيده اللي فاكرها اصلا، دي حاجه الوحيده اللي فاكرها من الفيلم، لو الانيميشن اللي كانت بتعمله والنط في وسطهم مش عارف ايه. انا اتفق معاك يا استاذ احمد، وجي في دماغي نقطه تانية دلوقتي، وهي ان هذا الفيلم وباقي بقى احنا في افلام كتير زي ما انت شفت معايا، في افلام كتير من نوعيه ان احنا دخلنا من غير ما نخبط، دي اللي هو ايه الفيلم دخلت من غير ما تخبط، من الاخر دخلت من غير ما تخبط. فهو الفكره في الفيلم ده انا فكرت دلوقتي هو من نوعيه افلام الفيلم ثيرابي، بيعالج المخرج، بيعالج تحس ان هو الفيلم هدفه علاج المخرج نفسيا، تعامل مع حاجه من الماضي او حاجه شبه كده، بس اللي هو ما اشتغلوش عليه قوي بحيث ان هو يبقى حاجه الناس ترتبط بيها وتتفرج عليها معاهم برضه. بس هم سايبين كل واحد كده ايه يعني، اكيد مثلا في حد وهو صغير في لعبه كان بيحبها مثلا ولا حاجه، انا عاملها كل واحد بقى يريليت ما هي كده يعني اكيد يعني اكيد في حد وهو صغير كان بيلعب لعبه ما مثلا. بالظبط، فيها الافلام دي عشان كده هي ايه فيها حته كده اللي هو يعني بتربط مع ناس قوي، يا اما اللي هو يعني دخلنا من غير ما نخبط. انا شايف
الفيلم التالت معانا هو فيلم ابو اليول. ده انت تحبه انت ده يا استاذ بحب انا قوي ابو ليون ده. لا 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 ده فيلم بجد. لا لا ده الفيلم من إخراج أمير يوسف، وهو بيتكلم عن تنضم مجموعة من التماثيل الصغيرة من متحف الجيش في باريس إلى نابليون خلال حملته على مصر. يستكشف الفيلم قضايا سياسية تتعلق بالعسكرة والاستعمار، ويعيد النظر في السرديات التاريخية التقليدية. ايه مآخذك على فيلم أبو اليوم؟ زيرو ولا مأخذ. لا 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 فيلم جميل يعني. الراجل موسيقى تلاقي، انيميشن تلاقي، اخراج تلاقي، قصة تلاقي، فويس اوفر تلاقي، احنا قلنا كوميديا تلاقي، كوميديا بس قولها تاني. كوميديا كمان مره عشان هو كان كوميديا حلوه جدا صراحه. تلاقي برضه حاجه فعلا ممكن تريليت معاك يعني. ما الحمله الفرنسيه اكيد بتريليت مع كلنا يعني مليون. كلنا قريناها في كتاب الدراسات مثلا، دي حاجه انا متاكد منها. فلا بجد يعني الفيلم فعلا احس ان هو فيه كل حاجه الصراحه. في نقطة الكوميديا برضه الفيلم ده فكرني بفيلم الحرب العالمية التالتة. هو نفس الفكرة بالظبط، اللي هو تماثيل جوه المتحف بيصحوا بالليل ويقعدوا بقى يترقصوا ويعملوا كل حاجة ومعرفش ايه. هو يعني فكرة قريبة شوية. وبرضه انا مش عارف المخرج استوحاها من هنا ولا هو جابها بنفسه، بس ابو الهول النكته بتاعت ابو الهول مثلا وصوته كده وهو بيتكلم وما اعرفش ايه، دي بالحرف بالظبط بالملي كانت معموله في الحرب العالميه الثالثه لو فاكر الفيلم. هو برضو فيلم ستوب موشن، هو ستوب موشن فعلا يعني. هو التماثيل اصلا ما بتتحركش، هو مجرد بس ان هو بيعمل لك كلوزات على الناس، وانت تتخيل ان الواحد لما يكون واقف في المتحف ويبص لتمثال معين وبعدين يتخيله كده، يتخيله سيناريو موقف بيحصل معانا. لو رحت المتحف المصري مثلا ولا رحت اي مكان تتفرج على عرض الحاجة معينة، صورة ولا تمثال، وبعدين تتخيل كده ايه تحركه انت في دماغك. هو الفيلم ده عبارة عن التجربة دي لو فكرت فيها. فيعني انا اقدر اقول ان نجاح الفيلم ده هو ينبع من النقطة اللي حضرتك ذكرتها يا استاذ احمد، ان القصة سهل ان انت ترتبط بيها. قصة اعتقد كلنا قريناها في كتاب الدراسات. انت مش داخل عشان تشوف القصة، انت داخل تشوف معالجة الراجل ليها كانت عاملة ازاي. وشايف جمال داجن من اخراج يوسف امام. في ليلة غير عادية بيدخل رجل في حديث طويل مع بياع في كشك، بيكشف خلاله عن جوانب من حياته وامله في رجوع بنته، وهما بيراقبوا الحياة الليلية في الشارع. البطل الفيلم فعلا كان بيعاني من البواسير. لا البطلين كان فيه الاثنين بيعانوا من البواسير. الاثنين مش الراجل. الاثنين والله بيعانوا من البواسير. يعني هو قال لك ان هو مقتبس من قصه لابراهيم اصلان اسمها الملهى القديم، لكن انا اكتر يعني ما اعرفش بقى هل ابراهيم اصلان اللي هو مقتبس منه ده اقتبسها عن روايه مش روايه مسرحيه في انتظار جودو ولا مجرد صدفه. بس انا حسيتها شبه في انتظار جودو جدا. احد الحضور كان بيسال المخرج ان في اسلوب مسرحي في الفيلم، فالمخرج قال لك لا انا ما كانش قصدي اعمل اسلوب مسرحي بس هي طلعت معايا كده. هل ده لان طبيعه القصه اصلا انها مسرحيه، ان هي مسرحيه في انتظار الجودو؟ انا عايز ازود حاجه، ان هو الصراحه يعني ده يعتبر لحد ما انا فاكر يعني اكتر فيلم مجنون مثلا شفته في بتاع فيلم اكتر فيلم سوريالي سوريالي كده يا باشا كده، وافكاره مجنونه يعني. مثلا الناس الراجل اللي هو كان بيبيع حلاوه شعر والناس اللي راحوا حته بقول لك عليه الانوار النيون، الانوار بيستخدم انوار نيون بشكل رائع الحقيقه. والراجل بتاع الحلاوه الشعر بيقول لك كان ماسك الحلاوه الشعر كده العمود منور اخضر. بس هو كان في حاجه ما لقيتش ليها اهميه. كان في فرقه كده بتغني دي ما لقيتش ليها اهميه صار لغايه دلوقتي. و يعني حتى الاغنيه مثلا انا مش فاكر صراحه كانت بتقول ايه، بس وقت ما كنت بتفرج على الفيلم ما حسيتش انها بتريليت. تصدق انا سقطت التفصيله دي اصلا من ضيع كتر ما هي ملهاش لازمه يعني. ما هو تلاقيها بقى فكره يعني تبع تقريبا كان يعني الناس اللي كانوا بيرقصوا كان عندهم مشروع تخرجهم في كليه الرقص او في معهد موسيقى او اي حاجه ان هم عملوا. فقال لك ايه يلا ناخد فيهم ثواب. لا ما اكيد المخرج يعني المخرج ما حطهاش كده او ممكن يكون حلم بيها. ما هو سيمه المهرجان ده لا حد بيحلم بحاجه بيعملها فيلم. تصدق ممكن يكون حلم بيها وقال لك يلا وبقى قال لك بقى جه في الاخر بقى وايه كشف لك الدنيا كلها. قال لك ان هو مستني هنا من ايه من ساعه الثوره. الست كمان غالبا كانت ليها علاقه برضه بالثوره. الست اللي كانت نايمه دي. واللي يقرا بقى في انتظار الجودو يفهم اكتر ان هو في انتظار الجودو اصلا المسرحيه كلها عباره عن شخصين مستنين حد يجي لهم عشان يعملوا حاجه.
فهو ممكن هنا بيتكلم عن، غالبا اشيل الحته دي من الفيديو، غالبا هنا بيتكلم عن الاحتياج المنتظر. الى ايه المهدي مش المنتظر. ما اي حاجه شبه كده، انتظار قائد للقيام بحركه ما. بس انا حسيت المحادثه كانت محتاجه تشد الواحد اكتر ان هو يسمعها، محتاجه تبقى ديناميكيه اكتر، بحيث الواحد ايه ما يحسش بمده الفيلم كده. في حاجه دلوقتي جت في بالي، ان هو يعني الشباب ظهروا في الفيلم وهما بيعملوا ايه؟ الشباب، ايوه الشباب ظهروا وهم فعلا بيحاولوا انه اول حاجه وهم بيرقصوا كانوا كلهم شباب، تاني حاجه وهم بيحاولوا يخطفوا حلاوه الشعر، الوعي. تغييب الوعي. وتالت حاجه اللي هو اللي كانوا هو اصلا هم كانوا منتظرين ابنه، اللي هو ابنه اللي هو غالبا شاب. أيوة. في مقابل التلاتة التانيين، يعني احنا هنلاقي الشباب موجودين هم وتصرفاتهم، وفي المقابل هنلاقي 3 عواجيز وتصرفاتهم. فهل هنا الكاتب مثلا او المخرج يعني غالبا نفس الشخص بقى مش عارف، اللي هم ناويين يعني كان قاصدين ان هم يعملوا مقارنه مثلا؟ ما انا اعتقد ان هي مش هتطلع معاه كده يعني، انت فاهم. شاف شياكة. فيلم نطة اخراج اسلام احمد. هو فيلم انيميشن بيتكلم عن في داخل كل منا رجل يسعى للحفاظ على حبه، لكن ممكن ان نواجه بعض الصعوبات. هو ده الفيلم اللي احنا شفناه. في داخل كل منا رجل يسعى للحفاظ على حبه، لكن ممكن ان نواجه بعض الصعوبات. يعني ممكن يكون قصده بالنطه اللي هو يعني النطه القفزه اللي خدها دي لما كان في البيت بتاعه الاول، بعد كده راح قفز على ظهر فار. ما هو حلم بقى، ما هو حلم يعني والله حلم. ما انت بتحلم يعني يا سيادة المخرج. حتى يعني لو وبعدين سألنا جاي المخرج تقول لنا نفسه على مش الحلم. هيعرف يفسرها. فيعني محتاجين بقى الاستاذ سيجموند فرويد نستضيفه كده جنب الاستاذ احمد. ما اعرفش انا الفيلم ده في الاول كنت فاكره بقى ايه، الراجل بيتكلم مثلا عن حكايه تبرع باعضاء مثلا ولا حاجه، عارف انت اما بيتبرعوا بالكليه، فالراجل طلع لك قلبه كده واتبرع بيه للست وما اعرفش ايه، فتخيلته مثلا بيتبرع بقلبه كرمز للتبرع. ما هوش فيلم عن التبرع، قال لك ان هو كان بيحلم، بس هو قال لك انا كنت بحلم ونمت على الكيبورد. بس انا بقول له فضل يحلم سنه ونص. لا سنه ونص، قال لك 8 سنين، قال لك 8 قعد سنين، 8 لا سنين 8 بيحلم سنين. بالفيلم ده، كل ما يفتكر حاجه ما بيكتبش، بينزل يرسمها انيميشن. فالفيلم ده مش مكتوب له سكريبت اصلا، هو كان بيجي له الفكره يقوم راسمها وقعد يرسم 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 لحد ما خلصه. القفله بس هو اللي عملها بشكل واعي. يعني بس هو شيء غريب جدا، يعني سمك وانسان وفار. يعني عايز اعرف، انا مهتم فعلا اعرف الراجل ده يعني تاريخه مثلا، كان واكل يعني. ايه، نسبة الكربوهيدرات في اكله كانت ايه، والدهون وهكذا. فهو بس عجبني ستايل الانيميشن. لا بجد معمول حلو قوي بصراحه، يعني بيخليك كل مره كل شويه يعني مشهد كده مثلا بعد كده يروح جايب لك مشهد تاني برضو تقعد تفكر مثلا. يعني المشهد الحته بتاعت السمكه مثلا، الحته بتاعت السمكه في الاول خالص اللي هي السمكه لما كانت عماله ماشيه جنبه كده وهو كان بياكلها، وبعدين كده لما الكادر بيوسع تكتشف ان هو عامل حوض سمك جوه البيت، تمام. وتكتشف ان عياله واحد منهم راس سمكه برجلين بني ادم، والتاني رجلين سمكه براس بني ادم، والتالتة سمكه اصلا. وفي حته بقى برضو حاجات اللي هو الفار بعد كده اللي هو الفيلن باين يطلع فار كبير برضو. ما انا مش عارف هل الفار ده الفيلن ولا الفار كان بيساعده، لانه انا فاكر، لو انا فاكر صح، هو كان راكب فوق الفار وراح عشان يحارب حد. فانت هو هو مره كان بيحلم ان الفار هو العدو، ومره بيحلم الفار هو الصديق. فهنا حصل تضارب في الناراتيف. فيلم الانيميشن حلو، الستايل حلو. حلو والله. فكرني بفيلم اسمه If Anything Happens I Love You. فيلم انيميشن قصير برضه على نتفليكس، وحاز على جائزة الاوسكار للفيلم القصير الانيميشن. بس غير كده انا بصراحة انا اعترف بجهلي بفكرة الفيلم، لم افهمه. وشاف ناس بتحترم الفن. معانا فيلم ماما اخراج سمر الفقي. بيتكلم عن ايه الفيلم؟ من خلال ارشيف عيلتها بتحاول سمر تلتقط الاصوات السامة اللي بتنقلها الام لبنتها جيل ورا جيل بدون وعي، وكل ده باسم الحب. والله انا عايز اقول ان القصه دلوقتي لما انت قريتها يعني الفكره، حاسس ان هي الفكره حلوه، بس ماشي،
والتنفيذ يعني حلو على فكره، مش وحش برضه يعني. تنفيذ حلو كان بس في ما حاجات ارتبطتش. حلوه بالظبط بس حاسس ان هو يعني ما بتفرقش بينته. يعني مجهود مبذول وكل حاجه، بس فعلا بص يعني فيلم مش هيعلم معاك. هو بص دخلنا من غير ما نخبط. يعني هو كده ده احد افلام ان احنا دخلنا من غير ما نخبط يا حضرات الساده المشاهدين. القضيه ماشي حلوه، بس احنا هنا طب ما ممكن تعملها بص على الفيس. ما احنا هنا المهم ان احنا ايه نشوف تناولته ازاي في اطار سينمائي. هل هي تناولته في اطار سينمائي فعلا؟ القضيه ماشي، ما اكيد كلنا ماشي متفقين معاها، وقضيه جميله يعني كل الدعم والتقدير والكلام ده كله. سينما يا استاذ احمد. وللجمهور الحكم. بالظبط كده. وللزمن وللتاريخ والاجيال القادمه. فاحكم بما لنا وما علينا. لنا ايوه بالظبط. إن حسني مبارك. شايف ناس عارفة يعني ايه سينما. نخش بقى على الفيلم الجميل بقى. اجمل فيلم في المهرجان. الفيلم الرائع بقى. الفيلم ايه بقى؟ الفيلم ده هو فيلم ليندا. فيلم يدعى بفيلم ليندا من اخراج عمرو الدالي. بصراحة بكل حيادية الفيلم ده رائع. ليندا طائر خيالي مهمتها قص العشب، لكن في كل مرة بتقص العشب بيرجع العشب ينمو من جديد، لحد ما بتتفاجئ ان الطبيعة غضبت منه. والله بجد فكره حلوه فعلا، والانيميشن والله الانيميشن حلو. انا والله احب هذا الاسلوب الانيميشن. والله لا بجد فعلا يا جماعه والانيميشن حلو والقصه حلو. الحاجه الوحيده بس ضايقتني الموسيقى والاغاني. بس حاسس ان هو كان يبقى احسن من غير اغاني، ما عدا في اغنيه كده في الاخر اللي هي دي، حاسس ان هي دي لايقه، لكن يعني الموسيقى اللي قبلها والاغاني اللي قبلها حاسس ان هو كان ممكن يبقى احسن من غير موسيقى خالص. انا مآخذي على الفيلم ده تكمن في الموسيقى فعلا استاذ احمد، اتفق معاك. وعندي برضو يعني تساؤل من هنا لاستاذ عمرو الدالي، واتمنى ان صوتي يوصل للمسؤولين. استاذ عمرو الدالي، انت استخدمت موسيقى هندية ليه استخدمت موسيقى هندية يا استاذ عمرو؟ وبعدين بقى الفكرة بقى ايه، ان هل مثلا انا قلت طب ما يمكن مثلا دي حاجة ليها معنى ورمز فني مثلا او حاجة، لكن وانا طالع من قاعة السينما سمعت احد الاعضاء الجمهور، بس هي تقريبا كلمته بشكل فردي. فهي كانت بتقول بقى ان لما سألته عن حكاية الموسيقى الهندية دي، قال لك ان هو في الفترة دي كان متأثر بالموسيقى الهندية وكان بيحب قوي يسمع موسيقى هندية، فقال لك استخدم موسيقى هندية في الفيلم. يعني مش معنى ان هو كان بيحب الموسيقى الهندية وتأثر بالموسيقى الهندية وقتها ان هو يستخدمها مش في مكانها. يعني عشان انا صراحة حسيت ان هي الموسيقى ما كانتش لايقة على الفيلم. السينما المصرية لعلم حضراتكم قديمة جدا. الفيلم اللي بعده فيلم فيونكا من اخراج رواني الغنيمي. فيونكا كلبة صغيرة اتخلوا عنها اصحابها واتسابت تتجول في شوارع القاهرة. بتبدأ فيونكا في توهتها ووحدتها تمشي ورا ياسمين بياعة الورد اللي عندها 13 سنة. الاتنين بيدوروا على مكان يحسوا فيه بالانتماء، ومع مرور الوقت بتتكون بينهم علاقة من غير كلام بتعبر عن الصداقة والصمود والشعور بالوحدة، وفي لحظة هادية بيلاقوا الراحة والانتماء في وجودهم مع بعض. لما انت قريت اللوجلاين دلوقتي حسيت ان هي البنت كان المفروض يتفرش لها مساحة اطول من كده، وحسيت ان الكلب والبنت لازم يبقوا يعني زي ما تقول كده مثلا الاتنين كانوا بيراقبوا بعض من بعيد طول الفيلم. احنا شفنا ده بس في الاخر مفيش بقى اما ده ظهر في الاخر. اللينك ده ما حصل، بس ده حصل بس في الاخر. يعني الاول كنت شايف الكلب الاول لوحده وهو عمال يقرب من الكلاب التانية مش عارف ايه، بعدين كده البنت ظهرت بعد كده والاتنين رنكوا مع بعض. في النقطه التانية كان فيها ان انا الصراحه انا مقدر المجهود اللي الفريق التصوير بذله وحاسس بفقراتهم عشان اكيد اضطروا ان هم يوطوا كتير وبذلوا يعني لا بجد والله لا بجد فعلا منظور الكلب. اصلا الفيلم كله متاخد من منظور الكلب، ودي فكره مثيره للاهتمام وشيقه بالنسبه لي. بيفردوا عضلاتهم بالظبط. وفي فيلم ايو ده افتكرته برضو كان تقريبا كاميرا مربوطه في حمار. انت اصلا انت طول الفيلم فعلا هتفضل عمال تتساءل هل في كلب ولا مفيش كلب. هم رابطين فعلا الكاميرا. لا واللي زود ده كمان ان هم عاملين الفوليز والساوند افكتس بشكل رهيب يا استاذ احمد. ليه شكل واقعي جدا. يعني اجمل حاجه في الفيلم ده بصراحه بالنسبه لي ولا التصوير ولا الصوت.
انا فعلا كنت يعني، والصوت تحس ان هو ايه، عارف لما الكاميرا تبقى ملزوقه في عند زور حد، أيوة. زي ما هي كانت ملزوقه عند زور الكلب مثلا، فالصوت طالع كده من جوه صوت الكلب. ولما يشوف الاكل صوته يبقى عامل ازاي وهو ماشي وبيتكلم مع الكلاب بتاعه الشارع كده، اللغه لغه الشارع انا عايز بتاعتهم. اعلق على النقطه دي، ان كان في ايه عندها سقطه كانت، ان كان في كلب بلدي بياكل، ففي يونكا راحت مربى من الكلب البلدي ده، والكلب البلدي فضل ياكل عادي جدا لكن ما فيش حاجه جنبه او اصلا ما التفتش. بس ده طبعا في الطبيعه ده عمر ده ما يحصل، ده لان في غير الطبيعه واقعي. يعني آه. في الطبيعه الكلبين كانوا يقعدوا يشدوا مع بعض جامد قوي. هو مضمونه ايه؟ بيقول لك هو رحلة البحث عن الاستقرار والعثور على الذات بعد الضياع. فمن هنا بقى تقدر تعمم من الكلب إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الكلب، وحالة الترابط. بين الثدييات. شيء جميل. عندنا فيلم مدينة بلا حب، ده يعجبك، ده انت بتحب الفيلم ده، من اخراج مصطفى جربي، وبيتكلم عن حنان مراهقة من بيت محافظ بتتفق مع حبيبها جمال انهم ياخدوا اول بوسة ليهم في عيد الحب على سلم عمارة السنتر اللي بياخدوا فيه دروسهم. بس يا ترى هيعرفوا يهربوا بعد البوسة؟ ما بعد البوسة. صدق فعلا بعد البوسه فعلا حياتهم ما قبل البوسه كانت حاجه، ما قبل حياتهم البوسة وما بعد. هتبقى حاجه تانية. بالظبط. يا نهار ابيض على التجربه. وهي بوسة يعني، انا اقدر ابوس السادة مشاهدين. بس بجد والله كان فيلم جميل، والتصوير بتاعه برضه كان جميل، والقصه بتاعته حلوه، فيلم جميل وقصه حلوه. فيلم جميل والقصة حلوة والممثلين عسل وايوه والمخرج قمر والفراخ واقحه وكده، الحاجات الحلوه دي كلها. بعض الخواطر جات لي على الفيلم ده. فهو الجمال فيه ان هو في كسر للقيود، ان هو هل بقى كان كسر الكود ازاي لو كانوا باسوا بعض فعلا؟ ما هي البوسه بقى، فهتلاقي في فيلم تاني بقى، في فيلم تاني بقى هو اللي باسوا فيه فعلا. التاني بقى ده جزء تاني يعني. لا قصدي في فيلم فيلم ممنوع الانتظار او الركوب، ده هنجيله. لما بزق اه حتى الفيلم اللي كان فيه بوسه ما كانتش بوسه حقيقيه، كانت يعني كانت نوم. فهو تعليق على فيلم مدينه بلا حب انه تجربه شائعه، اعتقد يعني كل الناس بتروح سناتر، كل الناس بتروح دروس، فده اللي يخلي الفيلم ريليتابل. بتحصل فعلا على سلالم الدروس، كلام فعلا بيحصل والله يعني. ايام ثانوي مثلا كنا بنسمع حاجات من مثل هذا القبيل يعني. وبرضه تسمع بس ما بتشوفش. لا هم كانوا بيجروا بقى، هم كانوا بيجروا على طول. وحوار برضو ان الناس اللي ساكنه مثلا في عماره فيها سنتر بيبقوا متأزمين من الموضوع ده، او يعني الموضوع ده مضايقهم، دي حقيقه برضو. استاذ احمد، ممكن تبص لي او تبص في الكاميرا هنا، ما تبصش هنا. طيب انا برضو بقول ان في نهايه الفيلم كان في، انا شفتك على فكره، بصيت هناك انا شفتك، اثبت، بص هنا. الشوط الاخير من الفيلم فكرني، انت ما شفتش مسلسل ادوليسنس؟ لكن في فيلم ادوليسنس للساده المشاهدين اللي شافوه، كان في نقله كاميرا كده، الكاميرا متداخله جوه العربيه من بره، كاميرا كده قامت ماشيه وبعدين حد قام موصلها. المخرج قال ان هو عمل كده في الفيلم، انت لاحظت حاجه زي كده؟ شبه برضو الطريقة اللي عملوا بيها الشوت اللي هو كان في بداية فيلم مسلسل ادوليسنس. بس وعجبني بقى التمثيل الواقعي والفيلم الواقعي. وفي حتة بقى هنجيلها تاني في فيلم برايفت، وهي ايه نقطة الدروس الخصوصية في مصر، كلمات مفتاحية. كلمة مفتاحية كده عايزين نرجع لها تاني عند فيلم برايفت نتكلم عليها، الدروس الخصوصية في مصر وعلاقتها بتطور السينما الواقعية المصرية الحديثة ايوه مش القديم. ادعمه بشدة، وادعم كل اللي يحب فيلم مدينة بلا حب، وادعم الحب وادعم الجمال. بصراحة الفيلم برضو فكرني بشيء، باغنية للفنانة يسرا الهواري اسمها في الشارع، متاخدة عن مقطوعة شعرية كتبتها بنت صلاح جاهين اللي هي كانت مستخدمة في بداية فيلم الحري. فبيقول لك ايه، في ناس بتضرب بعض في الشارع، ناس بتشتم بعض في الشارع، ناس بتقتل بعض في الشارع، ناس بتعمل كل الموبقات في الشارع، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبوسنا بعض في الشارع. انا شايف اب. معنا الفيلم اللي بعده، فيلم برايفت من اخراج مانو الجرجاوي. بيتكلم عن ايه فيلم برايفت ده؟ انت بتحبه؟ جدا والله. لا بجد فيلم عبقري في التصوير والله بجد فيلم عبقري يعني. هيدي لك كذا احساس. اولا بيتكلم عن التنمر وكده، بيتكلم وطريقه الكادرات اللي هو بيجيبها. عشان بيتكلم عن التنمر دي تدي تريجر شويه. بيتكلم عن التنمر في اطار سينمائي،
أيوة. مش بيتكلم اللي هو بقى لا للتنمر، وتنمرك دليل على ضعف موقفك تنمرك دليل على تأخرك. لا مفيش يعني، هو في اطار سينمائي لا في فني. الإدارة فعلا يعني مش جابها كده يعني، هو في درس على فكرة، والحاجات دي بتحصل في الدروس الخصوصية يعني فعلا. ده بتحصل والله أسوأ من اه الشكل الواقعي اللي طلع بيه الفيلم. احيي عليه المخرجة بشكل كبير جدا، لان دي قاعدة كده، قاعدة رجالي قوي، انت فاهم، عارف القعدات الرجالي كده، ويبدأ بقى ايه زي الشاب. شوفوا الشاب ده قاعد ازاي كده، هو ده ما اقصده بقعدة رجالي، قاعدة ذكورية جدا مليئة بالتستوستيرون. فانا منبهر الحقيقة ب ازاي المخرجة قدرت انها توصل لروح الموقف ده بالشكل ده. دي بالدروس الخصوصيه. كان في ممثل اللي هو الراجل اللي كان بيتنمر ويروح جايب لك كده يعني، يقعد يكلم الكاميرا، فانت تحس فعلا، تحس ان انت بتنمر عليه كده. وحتى لما او الشاشة الكبيرة تتفرج في السينما كمان، أيوة. فاللي هو لا ويكونوا مظبطينها يعني، مثلا يقولوا افيه وبعدين كده يروح الراجل اللي بيتنمر يقول لك انت مالك فشخ تضحك جامد ليه قوي كده، وانت في السينما عمال تضحك فتحس فعلا ان الراجل بيتنمر عليك فعلا. هو ساعات ممكن تتكسف تروح ضامم كده، بعدين تفتكر لا ده فيلم عادي اضحك. فنيجي بقى لحته بقى الكلمه المفتاحيه اللي احنا رميناها في الفيلم اللي فات، وهي فكره الدروس الخصوصيه. انا شايف احنا عندنا في مصر النظام التعليمي المصري، فكره نظام التعليم المصري النظام التعليمي في مصر والدروس الخصوصيه والحاله التعليميه اللي احنا فيها دي، هي ماده خام رائعه الواحد ممكن يستخدمها ويطلع منها قصص كتير جدا. يعني انا متخيل الدروس الخصوصيه دي بتطلع منها ملايين المواقف ما اعتقدش انت هتلاقي في اي دوله في العالم اي حاجه شبه الدروس الخصوصيه اللي عندنا دي والمواقف اللي بتطلع منها، صح؟ والحاجات دي ما تحصلش على فكره في المدارس يعني، ممكن تحصل في الدروس الخصوصيه لكن ما تحصلش في المدارس خالص. وممكن ده تصدق فعلا ده نظام التعليم ده احنا ممكن نبني عليه افلام كتير جدا، وتبقى مثلا عن المدارس وعن الدروس الخصوصيه. دروس اعدادي غير دروس ثانوي، والتفاعلات اللي بتحصل في دروس اعدادي غير اللي بتحصل في دروس ثانوي. لا وشوف بقى يعني، وحضرتك عارف طبعا يا استاذ احمد، انا عارف خلفيتك الريفيه القرويه يا فلاح. طبعا انت وانت سيد العارفين يعني، الدروس بقى تلاقيها في الحضر غير الدروس في الريف، مثلا ايوه غير الدروس مثلا في مدن الاقاليم غير الدروس في القاهره. بتقول لك كتير على المجتمع المصري. وبعدين بقى ايه يعني، دول النبته اللي بتكون المجتمع اصلا. الشباب اللي في ابتدائي واعدادي وثانوي دول بيقولوا لك كل حاجه. عايز تعرف اي حاجه عن المجتمع المصري، خش شوف الشباب دول، ما هم دول اللي مكونين لك كل حاجه اصلا. احنا دوله شابه اصلا، فاحنا المكون الاساسي للبلد الشباب، عصب الدوله، قاطره التنميه. مين ما بيحتكش بالنظام التعليمي ده او بيضطر ان هو ينخرط جواه سهل قوي، ويضمن لك ان قصتك هتربط مع الناس لانها ريليتابل. مين فينا ما خدش دروس خصوصية؟ بجد والله. فدي ملاحظة كويسة، ودي افضل فيلمين شفناهم في اليوم ده اعتقد كانوا فيلم برايفت وفيلم مدينة بلا حب، والاتنين عن الدروس. وشايف جمال فيلم انا لك. الله انا كنت مستني الفيلم ده بيتكلم عن ايه؟ عملية طباعة السيانو الطيب كانت مصدر إلهام خلاني أكتشف التشابه بين الشمس اللي بتمنحني وبتمنح كل الكائنات الحية الحياة، وبين أمي اللي منحتني ولسه لحد دلوقتي بتمنحني الحياة. على ما عدلت نفسي في الكرسي لقيت الكريديتس نازلة. انا كنت بفكر اصلا يعني الناس كانت بتسقف، قلت الناس بتسقف على ايه يعني، الفيلم لسه ما اشتغلش يعني. دي عارف دي اللي هي الكريدز بتاع في اول الفيلم. ايوه انا افتكرت ان لسه في حاجه بعد كده، وانا والله بجد انا قعدت اصلا شويه من الفيلم اللي بعده قلت دي بقى تكمله الفيلم بقى، دي تكمله الفيلم. الفيلم اللي بعده هنجيله برضه هو الفيلمين دول بالمناسبه، انا لك والفيلم اللي بعده اللي احنا هنتكلم عنه. نخش على طول. شاف شياكة. نخش على راعي البقر الاخير، اخراج بسمة شيرين. بعد ما عرضت فيلمها الاول كيف تجعلين شخصين يقعان في الحب، بتلاحظ المخرجة الشابة بسمة شيرين ان في نمط بيتكرر في العلاقات اللي دايما بتنجذب لها، ومن هنا بتقرر تسأل 3 من اقرب صحباتها وبتحاورهم عشان تحاول تفهم حياتها العاطفية بشكل اعمق. وفي الوقت نفسه بتلاقي نفسها بتنجذب اكتر لعالم والدها، وبتدور على اجابات وسط صمت كبير كان دايما بينها وبينه. الفيلم ده استاذ احمد انا شايف
انه من نوعية افلام انه دخلنا من غير ما نخبط. لو حد بيمر بنفس التجربة الحسية اللي بتمر بيها المخرجة هيحس بيه، لو حد مش في الحالة دي فالفيلم هيبقى فشل بالنسبة له. فدي برضو حتة الرهان اللي بتبقى في افلام ان احنا دخلنا من غير ما نخبط. انا عايز اقول حاجه، ان انا عجبني المزج بين فيلم ذا جود ذا باد اند ذا اجلي والفيلم اللي هي عاملاه. يعني كان في حته كده هما بيفجروا الكوبري تقريبا فجروا الكوبري، يفجروا الجسر. كان في حته بيفجروا الجسر في ذا جود ذا باد اند ذا اجلي، وربطتها باللي هو انكسار الجدار الجليدي بينها وبين ابوها. فدي كانت حته لطيفه، ودي الحاجه اللي معلقه معايا من الفيلم صراحه. وشاف ناس بتحترم الفن. فيلم قلتلك اخراج ملك الصياد، هو بيتكلم عن رحلة ذاتية حميمية بتستكشف تحديات الحياة والحب مع الألم المزمن، في صراع مع دكاترة بيستهينوا بالألم، وأم بتشكك فيه، وصوت داخلي بيحاول إقناعك إن كل الألم ده مجرد وهم. هو الفيلم بيتكلم عن حالة مرضية معينة، ولكن أنا شايف إنها قصة يمكن أن تعممها على الناس كلها، وكل الناس ترتبط معاها بشكل انساني بحت. وانا عجبني في هذا الفيلم، هو فيلم وثائقي ذاتي، والفيلم بيتمتع بالذاتية الشديدة، وده بيطلب جراءة كبيرة. احيي المخرجة طبعا عليها بشكل كبير. ليه دور في نشر الوعي ضد المرض اللي هي كانت بتتكلم عنه، اسمه بطانة الرحم المهاجرة تقريبا. شفنا التأثير ده بشكل مباشر في المسرح، لما احد اعضاء الجمهور وقفت بعد الفيلم في المناقشه وقالت للمخرجه انا حابه اشكرك ان انت عبرت عني، واخيرا حسيت ان صوتي مسموع ومش عارف. ده شيء مهم جدا ان هي فعلا وصلت صوت الناس اللي بتعاني من هذا المرض. وعجبني اوي لفتة جميلة من المخرجة، كانت لفتة جميلة من المخرجة ان هي لما الست اتكلمت من الجمهور، المخرجة اتحركت لها وراحت لها تحضنها بشكل شخصي وما اعرفش ايه، وتجربة انسانية في المقام الاول. وطبعا عجبني اسلوب الفيلم وكان معمول بشكل ممتع يعني. شايف ناس عارفة يعني ايه سينما. معانا بعد كده فيلم سر فيكتوريا. ادم 27 سنة بيوقع بالغلط ملابس زوجته الداخلية في بلكونة جاره باسم 54 سنة، وبيحاول يرجعها لكنه بيفشل. ولما بيفترض ان باسم اخدها بيتسلل لشقته يدور عليها، فباسم بيستدعي البوليس بسبب اقتحام ادم اللي بيؤدي لتصاعد الموقف. الفيلم ده احسن حاجه فيه ان هو كان مضحك الصراحه، مضحك جدا. بس وعلى فكره بيتكلم برضه في نقطه اللي هي بقى ايه، ان احنا ازاي بنقدس الاشياء، فاهم؟ والمصير في الاخر يعني التتابع الاحداث في الاخر اللي ادى الى نهايه ماساويه الحقيقه. يعني كل ده بسبب تقديسه لحاجه يعني، وان هو ادالها هي قطعة من القماش اولا واخيرا، وادالها يعني اكبر من حجمها. كل الناس بتلبسها مش مراته لوحدها يعني. ده غير ان ده ممكن برضو تقول ان هو بيدل على ايه، العقليه الذكوريه. طيب انا شفت ان هو هذا الفيلم بيستخدم مبدئيا الكاميرا بتاعته عامله زي كاميرا ذا اوفيس. الفيلم كله ما كانش متصور بالطريقه دي، يعني كان بتلجأ لها يعني المخرجه او المخرج تقريبا كانوا مخرجه لما لجأت له كانت مستخدمها بشكل كويس وادى للطابع الكوميدي. والجرافيكس اللي كانت بيعملوها في نص خواطري، الجرافيكس اللي كانوا بيعملوها في نص الفيلم دي جرافيكس. ايوه كان في مشاهد كده مجنونه كده، تلاقي الراجل عمال يرقص وفي موز ايوه المشاهد اللي هي من خيال البطل حلوه جدا صراحه، مجنونه كده، حاجه مجنونه حلو. كانت جميله بصراحه. والتلفزيون ايوه لا كان حلو والله. لما في التلفزيون فجاه بصوا له كده وبداوا يكلموه بشكل مباشر، كانت جميله بصراحه. فكرني بالحاسه السابعه، يعني الحته دي فكرتني كده بالحاسه السابعه. هو نفس ستايل الكوميدي، بس هو رغم ان الفيلم كوميدي وجميل لكن في نفس الوقت هو موقف عميق، لان حتى المخرجة اما اتكلمت عن الفيلم قالت لك انا بشوف الفيلم ده والموقف ده يعني بتناولها الكوميدي طبعا، بس في الواقع بتشوفه في كل المواقف اللي بتحصل ما بين الناس في الشارع. ايوه بقول لك حصلت اصلا الموقف، حاجه شبه كده حصلت معاها، ويقول لك برضه جارها برضه راجل برضه متأنزح متزمت عقد نكدي كشر. السينما المصرية لعلم حضراتكم قديمة جدا. فيلم سبكتر، هو الفيلم ملوش ترجمة عربي، اسمه سبكتر دي عملت سيرش عليها اتضح ان هو ايه، حاجة زي شبح
شيء مخيف جاي من المستقبل. الفيلم من اخراج ألان جورج شيشة، شاب بيحاول يلاقي طريقه وسط عدم اليقين الهادي لعلاقاته ومستقبله. انت ايه رايك في فيلم سبيكتر ده؟ لان انا الفيلم ده الحقيقه ماليش راي فيه. يعني كان باين قوي عليه ان هو فيلم له بادجت خلاص بجد. ده اكتر فيلم شفته كان باين ان هو له بادجت. يعني حتى كان بيقول لك استخدم كاميرا بلاك ماجيك ومش عارف حاجات بيستخدم نظيفة. بلاك ماجيك. وباين عليه برضه ان هو فيلم حاجه كده تنزل على اليوتيوب، يعني حاجه اللي هو حاجات لسه ناس مبتدئه بتحب الفيلم بتحب السينما. معلش يعني ماله اليوتيوب يعني يا صاحبي؟ فعلا يعني ده اللي انا شايفه ان هو باين عليه ان هو له بادجت قوي، مع انه متصور ومصروف عليه ومش عارف. ما حبيتش الفيلم ده خالص، لان اللي هو ايه فيه حزن. الراجل شكله ليه في الاغاني والكلام ده، المخرج الصراحه شكله ليه في الاغاني والكلام ده. وبعدين بعد كده برضه عايز اضيف بس نقطه ان المخرج برضه كان في فيلم تاني في المنصه في اليوم الاخير تقريبا سأل المخرج فيلم تاني عن الموسيقى اللي كان بيستخدمها، فهو تقريبا مهتم بحكايه الموسيقى والاغاني او ليه في الموسيقى والاغاني والكلام ده. من رؤيتي كده وتحليلي السطحي جدا للاستاذ ألان جورج شيشة مخرج الفيلم، هو راجل بيحب الفن بيحب السينما. حضر 3 ايام المهرجان، ما حضرش بس في الفيلم بتاعه. كان بيسأل عن الاغاني، بيحب الاغاني، قال لك انا الافكار بتاعتي بتجيلي من الاغاني دايما وما اعرفش ايه. لكن الفيلم حسيته فيلم هاوي، مش فيلم اقعد اتفرج هو عليه. قال فعلا ان هو بيقول لك كان مخطط ان هو يعمل فيلم من قصه تانية خالص، وبعدين كده بيقول لك رماها في الزباله، ودايما استخدم نفس المصطلح ده، رميته في الزباله، وعمل الفيلم ده بالقصه بتاعته مش عارف ايه في ظرف اللي انا فاكر اللي انا فاكره حاجه شبه كده. بس انا يعني فتره قليله قوي، كان بيقول 5-3 ايام حاجه كده. شيء جميل. فيلم عند الكشك من اخراج بسنت غنيمي، وهو بيقول لك ايه: بعد ما اجبرت نفسها على حضور فرح اخت خطيبها السابق، بتلاقي ميان نفسها علقة في مكان بعيد بسبب خلاف بينها وبين السواق، لحد ما بتلاقي كشك وبيطول وقت انتظارها هناك لان صديقاتها مش قادرين يدبروا لها مواصلة. بتاكل وبتتجول في المكان وبتتكلم مع عمرو اللي واقف في الكشك عشان تشتت نفسها وتروض آلائها، ومن غير ما تحس بتخليه هو كمان يواجه اللي كان بيتهرب منه. انا ما حسيتش ان هو فيلم قصير، حسيت ان هو فيلم طويل جدا. والله بجد. حتى اصلا الريتم كمان كان بطيء. وفي حاجه مع يعني انت فاكر لما كنا بنقول ان هو شبه فيلم اللي هو عادل امام ويسرا بتاع استنى ما تقولش، انا اقوله استنى ما تقولش عرفت خلاص اسمه. تقولش بقى عم هو بقى طب اديني هنت ايه دي يعني يا ابني؟ طب قول اول حرف. مش هقول حروف، ده واضحة قوي يعني. بفكر فيك. مش بفكر بقى، يعني انت عندك حاجة كده عايز تفتكرها، فهو المنسي. المنسي. فيلم المنسي. فكرة التقاء العالمين، مصر وايه، ودلوقتي كمان يعملها لك بشكل الوضع تفاقم اكتر من وقت فيلم المنسي. ايوه ان هو وان البطل دايما اللي انت مش متوقع دايما ان هو ما يبقاش ولا مثقف ولا عنده معلومه مش عارف ايه ولا بيتكلم انجليزي، يطلع مثقف وبيتكلم انجليزي. بس ما عجبنيش بقى ان هو ما خلصش شبه فيلم المنسي، يعني خلص بالظبط نطوا فيه جامد في الاخر، خلصوه قفلوه قفله حلوه. انا شايف طيب الفيلم اللي بعده فيلم بانديدو من اخراج محمد الحديني. بيتكلم عن ايه؟ بيقول لك بعد 6 شهور من رحيله لبرلين، بيلاقي علاء نفسه في يوم في حفلة صديقه، وهناك بيقابل ليا وبيحس بانجذاب ناحيتها. التواصل اللي ظهر صادق ونادر وفضل يتطور طول الليل، بيقطعوا فجأة اكتشاف علاء لطبيعة شغل ليا. بانديدو. بس انا عايز اقول بس ان الفيلم صراحه يعني المنتج النهائي بتاعه تتفرج عليه كده تقول ده يعني معمول كويس، التصوير سينمائي الله ينور عليك. الجوده بتاعته كويسه الصراحه، الكادرات بقى والشطات والحاجات اللي هي التكنيكال دي لا ما اعرفش فيها حاجه، وكان في قبله دي اهم حاجه طبعا في الفيلم فيه قبله، بس برضه القبله ما تحسبش قوي لانها كانت قبله في برلين، كانت في برلين، بس الراجل كان عربي. طيب ما عادي، ما هو قاعد في برلين. القبلة يعني دي كانت القبلة الحقيقية الوحيدة في المهرجان كله. وانت مبسوط بحاجة زي كده؟ انا اشجع السينما الغير نظيفة. بقطعها دي عامل ايه؟ تحريض علني واعتراف رسمي بهدم قيم الأسرة المصرية. استاذ احمد الخبير السينمائي بنرحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. بص يا عم، فيلم بانديدو انا مقدر لقنبلة الغاز اللي طلعت في الفيلم، بس خلينا اشوف بعض الخواطر اللي دونتها عن فيلم بانديدو رفقا بنا يا فنان، رفقا بنا، رفقا بالسادة المشاهدين.
حط لنا حاجه نتسلى بيها كده الفيلم شويه. كان ممل الحقيقه يعني، بجد والله الفيلم فعلا كان ممل. انا حاسس ان وده اثر على مشاهدتي للفيلم اللي بعده، ان انا كنت وصلت خلاص لمرحله من الملل. يعني كنت وصلت الحلقوم. بلغت القلوب والحناجر. طيب انت ايه رأيك في تعامل البطل مع ضابطة الشرطة؟ يعني هل التعامل اللي تعاملوا معاها ده، هل ده التعامل الصح؟ هل هو ده الحل؟ هل ده الحل؟ لا، قليل الذوق. قولا واحدا ده تعامل في قدر كبير. يعامل كده الست من البوليتساي ويعطي هذه الصورة عن المواطن المصري. المواطن المصري مواطن متسامح، مواطن متفهم، بيعامل البوليتساي بشكل أفضل من كده. دلوقتي احنا لما بنتكلم عن البوليتساي، وخلينا نقول البوليتساي عشان الكلمة ما تسمعش عندهم، هم لما يبصوا للمعارضين ان هم كلهم عملاء وخونة للوطن ومعرفش ايه، انت دلوقتي فرقت ايه عن البوليتساي لما تيجي تبص لهم كلهم على انهم الناس اللي حطوا صاحبتك في السجن والناس اللي ادوك قنبله الغاز دي انت كده فرقت ايه عنه؟ بس انا مش فاكر الصراحه، هل هي كانت بتراقبه وعشان كده حاولت انها تقرب منه لا ولا لا، ده مستحيل، لان هو لما كان بيكلمها وقال لها انا بحب اخد صور للبوليتساي، قالت له طب ما انت ممكن تاخد صورة ليا من غير ما اعترض عادي، ما عنديش مشكلة. فهي اصلا هي لو بتراقبه مش هتقول له ان انا من البوليتساي. بس انا حاسس ان فيه حبه حاجات كده، حبه تفاصيل بص، سقطت هو الفيلم اكيد فيه افكار، لكن زي ما قلت رفقا بنا يا فنان، عايزين نتكلم شويه، محتاجين نتكلم، محتاجين نتواصل. احنا لسه هنتكلم كتير بقى في الفيلم الجاي، فيلم ايادي وقبلات، صح؟ ايادي وقبلات. احنا هنتكلم كتير جدا، ده احنا نزل من الكلام. احنا هنرغي وشايف جمال. فيلم أيدي وقبلات إخراج خالد معيط. في عالم زوجين حديثي الزواج، وبعد أول علاقة حميمية ما بينهم بتطارد الزوجة مشاعر نفور تجاه زوجها لدرجة بتدفعها إنها تبعد عنه وتسيبه غرقان في الألم والندم. اللي أنا لاحظته يعني، حابب أشارك ده مع السادة الجمهور قبل ما نقول أي حاجة، إن الفيلم كلامه قليل قوي. يعني الفيلم ما فيهوش كلام اصلا. الفيلم فيه اي زي المخرج بتاع الفيلم. المخرج بتاعه برضه لما جه يتكلم عن الفيلم قال لك والله ده فيلم انا صورته في 2019 وقعدت منتجته في 2023. وركنوا وبعدين رجع يمنتجه تاني في 2023، وهو والله المستعان يعني، ربنا يسهل كده يعني. فهو برضه كلامه قليل، مخرج كلامه قليل زي الفيلم بتاعه كده. فالفيلم فيه من روح المخرج. انا كنت عايز اقول برضو ان الفيلم يعني المشاعر والاحاسيس اللي هو كان عايز يوصلها وصلتني الحقيقه. يعني مثلا كان عايز يوصل ان قد ايه مراته كانت متضايقه منه، الموضوع ده يعني وصل لي الاحساس اللي هو كان عايز يوصله كله بالصوره، مفيش اي كلام. أيوة الفيلم مفيهوش اي كلام. والحزن برضو، الحزن لما حزن على موت مراته برضو وصل لي برضو الحزن ده، بس هو اترجم معايا بضحك. بس هو يعني ما دي غريبه، الحالة انت ليه ضحك؟ انا عندي هنا سؤال بقى ليك يا استاذ احمد، ليه بتضحك يا استاذ احمد؟ الراجل منهار وبيدفن مراته ورايح بيعيط ويعمل، انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ وبعدين بيقول لك الحزن بتاع 5 مراحل مش عارف ايه. الراجل لما وصل للمرحله الاخيره اللي هو كان بقى خلاص بينهار فيها، وانا كنت عمال اضحك. انا تابعت استاذ احمد، كنت متابعه عن قرب يعني، وهو بيتفرج على الفيلم ومتابع ردود افعاله ووشه بيتفاعل ازاي مع الفيلم. جه في الاخر انفجر في الضحك، انفجر في الضحك لما الممثل بدأ ينهار كده، بدأ ينفجر في الحزن. هل ده شيء انساني يا استاذ احمد؟ الحقيقه مش، بس على فكره مش انا الوحيد اللي حصل لي كده في القاعه. في ناس برضه، بس بعد ما الفيلم ما خلص. لا هم تقريبا كتبوا الضحك في ده مش عارف بصراحه، لان وانا بتفرج انا كنت بدأت بقى ايه بتأثر معاه كده، واللي هو ده بينهار فعلا. والله. وبعدين لقيتك انت بتنفجر في الضحك وتقلح. لا، والراجل المخرج برضه بيتكلم كان راجل راسي كلامه قليل الكلام، قليل الكلام كثير الفعل، في الصميم شاف شياكة. كده خلصنا اليوم الاول ده، كده اليوم الاول دي كانت خريطة.